السلام عليكم. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض طواجن البطاطا بطريقة سهلة وبسيطة جدًا، هتقومي تعمليها حالًا ما بتاخدش 10 دقايق منِّك، هتطلع معاكِ طعمها حلو وتحفة وكريمي زي ما أنتم شايفين، وبتدفي جدًا في البرد اللي إحنا فيه ده. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو. يلا بينا نبدأ الوصفة على طول. معايا نص كيلو من البطاطا قطعتها شرايح زي ما أنتم شايفين كده، وحطيت عليها ربع كوباية من السكر وربع كوباية من المَيّة، وهاقلبهم مع بعض وارفعهم على نار عالية. أول ما يغلوا هاوطي النار واسيبها تستوي واقلب فيها كل شوية. أثناء التقليب هتبدأ تتهرس معايا زي ما أنتم شايفين كده، هاقلّب فيها لحد ما تستوي وتشرب المَيّة بتاعتها كلّها، وبعد كده باطفي النار واضيف نُص معلقة كبيرة من الزبدة وابدأ أقلّب فيها لحد ما الزبدة تختفي. ممكن نضيف أي نوع مكسرات إحنا بنحبه، ممكن تسيبيها سادة، أنا هاسيبها سادة. بعد كده هاجيب الطواجن وأدهنها زبدة، وبعد كده هابدأ أوزّع طبقة البطاطا في الطواجن زي ما أنتم شايفين كده. البطاطا ما بتاخدش وقت في السوا، تقريبًا استوت في حوالي تِلت ساعة، وهابدأ أسوي البطاطا كويس جدًا في الطواجن زي ما أنتم شايفين قبل ما أحط عليها الطبقة الأخيرة. وكده تبقى طبقة البطاطا خلصت معايا، هاركنها في جنب وأبدأ أحضّر الطبقة التانية. الطبقة التانية عبارة عن بشاميل خفيف هنبدأ نعمله، عبارة عن معلقتين من الزبدة أول ما يسخنوا هانزل عليهم بمعلقتين من الدقيق، أقلّبهم على نار هادية. أنا مش عاوزة الدقيق يتحرق منّي، أنا بس عايزة أسوي الدقيق من غير كمان ما يتغيّر لونه. وأول ما الدقيق يستوي هابدأ أنزل عليه بكوبايتين من اللبن الدافي. اللبن لازم يكون دافي ما يكونش سخن ولا ساقع. هابدأ أنزل بالتدريج على الخليط البشاميل بالطريقة اللي أنتم شايفينها كده، وأبدأ أقلب بسرعة. بعد ما ضفت كمية اللبن كله هابدأ أقلب في البشاميل لحد ما يتقل معايا ويغلي، وهافضل أقلب في البشاميل لحد ما يتقل القوام. أنا هنا بدلت المعلقة بالمضرب اليدوي طبعًا أسهل وأحلى في التقليب. هنا كان بدأ قوام البشاميل يتقل معايا زي ما أنتم شايفين كده، وهافضل أقلب فيه لحد ما يتقل ويبدأ يطلّع فقاقيع هوا كده. هنا البشاميل كان استوى معايا ووصل للقوام اللي أنا عاوزاه وبدأ يطلّع فقاقيع هوا زي ما أنتم شايفين معايا كده، بيبقى كده بدأ يغلي معايا ويطلّع فقاقيع الهوا. هاقلبه تقلبتين وخلاص كده هارفعه من على النار. بعد ما طفيت النار عليه بابدأ أضيف ربع كوباية من السكر، طبعًا السكر نسبي ممكن يزيد أو يقل، وضفت كمان كيس من الفانيليا وهاقلبهم كويس لحد ما السكر يدوب في سخونية البشاميل. يبقى كده خلاص خليط البشاميل جاهز معايا، هابدأ أصُبّه فوق طبقة البطاطا زي ما أنتم شايفين معايا كده. باكون مسخّنة الفرن على درجة حرارة 200، بادخّل الطواجن بس تتشمّع والطبقات تتناغم مع بعضها لمدة 10 دقايق، لإن كل حاجة أساسًا مستوية. قبل ما أدخّلها بادهن الوش معايا بمعلقة قشطة مخفّفة بلبن أو معلقة زبدة أو سمنة سايحة، بابدأ أدهنهم على الوش وبعدين بادخّله الفرن لمدة 10 دقايق. بعد كده باطفي الفرن من تحت وأبدأ أولّع الشواية، بياخد اللون اللي أنتم شايفينه ده. كده تبقى طواجن البطاطا جاهزة معانا، حرفيًا ما بتاخدش وقت، بتبقى منجزة وسريعة جدًا، وطبعًا بتدفّي جدًا في أيام البرد اللي إحنا فيها دي. بس لو حابين تاكلوها باردة بصراحة هي طعمها حلو في كل الأحوال، بس نصيحة مني ليكم كلوها وهي حتى دافية، لإن بجد هتدفّيكم جدًا. دي أحلى وأسهل وأسرع حاجة ممكن تعملوها في أيام البرد، بجد ما بتاخدش وقت وطعمها تحفة، كريمي وغنية جدًا وبتدفّي جدًا. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تدعموني بلايك على الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد. ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.